هذا كريم، واحد الشخص بحالنا كاملين. كل نهار مع كيفيق كيفتح التليفون ديالو وكيقول مع راسو غير 5 دقائق نقلب شويه. كيفتح التليفون ديالو وكيبدا انستغرام، تيك توك، ريلز وشورتس. كيضحك، كيشوف، كيدوز الوقت. ولكن شويه بشويه بدا كيحس بانه ما بقاش كيقدر يركز. الصلاة ديالو ما بقاش فيها واحد التركيز في الآيات اللي كيقرا أولا في الأذكار اللي تيقول. ولا كيحس بالملل، ولا سريع الغضب. ما بقاش كيستمتع بالحوايج البسيطة. حتى ديك الجلسة مع صحابو ولا كيلقى راسو أنه كل مرة كيجلس لابد يهز التليفون يطلع ليه. ما يقدرش يجلس نص ساعة أو ساعة أو ساعتين بلا ما يلتفت للتليفون ديالو. ودماغو ولا ديما مرهق وكيقول علاش أنا ما درت والو باش أنني نحس بهذا الإرهاق. وهنا خليني نقول لك بطريقة علمية ونفسية أن السوشيال ميديا كتخدم على ما يسمى بالدوبامين. والدوبامين كيتفرز في كل فيديو، كل نوتيفيكاسيون، كل سكرول، وكيعطي الدماغ جرعة صغيرة ديال المتعة السريعة. ومع الوقت الدماغ كيتعود على التحفيز السريع والمتعة السريعة والتغيير السريع. ومن بعد الحياة العادية كتبان بطيئة، حيت الجرعات اللي غتعطينا السوشيال ميديا ديال الدوبامين ما غاديش نلقاوهم في الحياة العادية. حيت السوشيال ميديا حاجة اصطناعية وماشي حاجة اللي غادي تخلينا نعيشوا الحياة بواحد الصحة أو بواحد الطمأنينة صحية. وهنا كيف قلنا الحياة العادية ما غاديش تولي تبان مزيانة أو اللي تبان لنا بطيئة. الصلاة كذلك هادئة بزاف وما غتعطيش داك الدوبامين بديك الجرعة الكبيرة. حتى القرآن يولي يحتاج منا تركيز وصبر، هاد الجوج اللي سرقاتهم منا السوشيال ميديا. والجلوس بوحدنا كيولي صعيب، حيت الدوبامين شبه منعدم في هاد الجلسات. وهذا الشيء علميا كيتعرف بالاوفر ستيميوليشن، اي تحفيز زائد للدماغ. المشكل ماشي غير في ضياع الوقت، المشكل ان قلبنا والدماغ ديالنا ولا ما كيعرفش يسكت. القلب بطبيعته كيحتاج السكون باش يرتاح، ولكن السوشيال ميديا دارت لينا ضجيج داخلي دائم. حتى ولينا ما كنقدروش نبقاو بوحدنا، ما كنقدروش نركزوا في صلاتنا، ما كنقدروش نعيشوا اللحظات ديالنا. وهنا خصنا نعرفوا انه هاد الجرعات اللي كيفرزهم لينا او كيفرزوهم لينا السوشيال ميديا، فكيف ما كيفرزوا جرعات عاليين ديال الدوبامين، راه نفس الحاجه كيتسمى انسحاب الدوبامين. فمثلا خليني نشرحها لك بطريقه مبسطه. الا شفت انا هاد الفيديو وتفرزات ليا مثلا رقم 20 ديال الدوبامين، فراه رقم 20 مثلًا نقدروا نقولوا أنه رقم كبير. فهاد الإفراز هذا باش الدماغ يدير واحد لا بالونس ولا هو يدير واحد التوازن، فراه كيسحب الدوبامين من الدماغ بناقص 20 باش كتولي 20 ناقص 20 وكتولي لنا صفر. وهاد ناقص 20 ديال الدوبامين هي اللي كتخلينا نحسوا بالملل، بالإرهاق، بأننا بحال مقلقين وكنقلبوا على التليفون. ماشي حيت بصح مقلقين، ماشي حيت مرهقين بصح، ولكن حيت الدماغ ديالنا كيقاد الأمور اللي حنا خسرنا بسبب السوشيال ميديا. وباش تستزد في هذا الموضوع كاين بزاف ديال الكتوبة، ولكن غنعطيك كتاب مبسط لواحدة من أستاذات اللي خدمات على هذا الموضوع هذا. هو كتاب دوبامين نيشن. إلا كتقرا بالإنجليزية يمكن لك تقرا هذا الكتاب، ولا كتقرا باللغة العربية فراه الكتاب مترجم
لأمة الدوبامين. ويمكن لك تكتب في يوتيوب أمة الدوبامين وغتلقى بزاف ديال الناس هضروا على هذا الكتاب وشرحوا الأفكار ديالو. وإلا كنتي كتفرج في الوثائقيات، فهو وثائقي ديال سوشيال ديليما ديال نفس الأستاذة، كيشرح بزاف العلاقات أولا السلوكات اللي كتخلي لينا السوشيال ميديا. جايبين فيه خبراء وناس كانوا خدامين في أغلى وأكبر الشركات ديال السوشيال ميديا، مثال فيسبوك، بنتيرست، تويتر، إلى آخره. هادشي كاملو كان بودكاست نفسي، بودكاست اللي كندوي فيه بالأفكار اللي كدور في قلبك ولكن بلساني. سلام.